ايه الصفقه الفضيحه؟ مصطفى العش انت جبته عشان تجربه اعاره 6 اشهر وما رضيتش تجيب محمد اسماعيل، ثم بعدها عملت ايه؟ قلت لا ده انا هشتريه نهائي 70 مليون، اشتريته ما كملش معاك 3 اشهر، وقمت رايح عامل بيه مبادله مع لعيب باقي في عقده 6 اشهر. كل ده اهدار مال عام، كل ده اهدار مال عام. يجب ان يحاسب عليه كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي وكبار المسؤولين عن اداره الكره في النادي الاهلي امام النائب العام. يا باشا انا مالي؟ جايب له واحد ب 70 مليون بعد 3 اشهر تجيبه بقى احمد عيد، ودلوقتي بتقول احمد عيد ما ينفعش. انتوا بتتاجروا في الخساره، انتوا متآمرين على الاهلي. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه اصلا؟ بتعملوا ايه اصلا؟ لعيبه كلها بتبص للفلوس. جبت مدير كوره قبل بدايه السنه قال لك اي لاعب هنقدم له عرض، قبل بيه قبل، ما قبلش مع الف سلامه واحنا مجهزين البديل. ولا جددت مع اي لعيب. الوحيد اللي جدد من اللعيبه اللي بتنتهي عقده مثلا الموسم كريم فؤاد ومع الكابتن محمد يوسف. ولا جددت مع اي لعيب. ليه؟ لغه التعالي والكبر ما بتمشيش مع لعيب الكوره. يقول لك طب ماشي نشوف بقى مين فينا اللي هيمشي التاني. اسمع اللي بقول لك عليه، ما تسمعش من حد تاني. اسمع اللي بقول لك عليه ماشي. يقول لك نشوف مين اللي هيمشي.